وثيقة خطيرة من الملك فيصل إلى الرئيس الأمريكي جونسون حول حرب 67، وقال لا تنسحب القوات المصرية من اليمن إلا إذا تحركت إسرائيل إلى احتلال غزة واحتلال سيناء والضفة الغربية. هذا سيجبر عبد الناصر إلى الانسحاب من اليمن وسيبقى الاستعمار. هذا عام 66. فاهم حضرتك الاداء اللي بتعاملنا بيه المملكه العربيه السعوديه طبقا لهذه الوثيقه اللي نشرها علي عبد الله صالح حقيقه، وطبقا للعديد من الشواهد حقيقه التي تكررت كثيرا، وكذلك اتقاء لاصوات اعلام. سوريا الثانيه يجب الا تسلم من هذا الهجوم مع اقتطاع جزء من اراضيها يشغلها عنا لكي لا تتفرق هي الاخرى. هتقول لي وامريكا تستجيب ليه؟ لان المصالح والثروات اللي جايه من السعوديه اكبر من اي حاجه، اكبر من اي حاجه. انت تتحدث عن 500 مليار بس في السنه الاخيره، انت تتحدث عن ارقام مهوله. الكلام ده من سنه حاجه و60 يا جماعه، وامريكا بتحلب المملكه العربيه السعوديه. ها انا عارف يعني من 66 ده 66 خطاب بيقولوا مصالحنا السابقه ومشاريعنا السابقه وعرشنا واتفاقياتنا والقصه اللي هي القصه القديمه. يعني تحلب المملكه العربيه السعوديه الشقيقه منذ من امريكا طويلا وكثيرا. سوريا كمان يجب الا تسلم من الهجوم وناخد حته من اراضيها تشغلها عنا لكي لا تتفرغ هي الاخرى بعد سقوط مصر لسد الفراغ المصري في القوميه العربيه. وده كله عشان ايه؟ عشان المنطقه العربيه، ده لمصلحتنا، لمصلحه الامه. لا طالما عملت المملكه العربيه السعوديه لمصلحه الامه. قال له وانا شاهد، واعتقد استاذ خالد شاهد. الاستيلاء على قطاع غزه الواقع تحت الحكم المصري. هذه الوثيقه تقريبا اللي حصل في 67 صوره كربونيه ان صحت. والاستيلاء على الضفه الغربيه من الاردن مهم جدا لكي لا تبقى للفلسطينيين اي مطامع في اي ارض واقعه تحت اي اداره عربيه تسمح للفلسطينيين بعد كده التحرك من خلالها. ده شغل عالي جدا يا جماعه، شغل وطني 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 من طراز رفيع. او تستغلهم بحاجه تحرير فلسطين بقى، الكلام العبيط ده. وحينها ينقطع امل الخارجين منهم بالعوده. حينها لما اسرائيل تعمل كده وامريكا تأيد، مصر ما ترفعش راسها وروسيا تحصل مصر، سوريا تحصل مصر انا اسف، والفلسطينيين تنتهي املهم تماما. كلام بقى التحرير وحق العوده والكلام العبيط ده. لان في وثيقه تانية جبتها لكم، ارجوكم جهزوا اللقطه دي لو قدرت اكون شاكر جدا، التي جاءت في موقع اسرائيل الان، موقع الرسمي الاسرائيلي الان منذ اقل من شهرين، في احتفاليه اسرائيل ب100 سنه على وعد بلفور، واللي اكدت فيها اسرائيل ولم نتلقى حتى هذه اللحظه اللي احنا قاعدين فيها مع ضيف الكريم اي نفي من الخارجيه السعوديه او اي مسؤول عنها او حتى مسؤول لم يذكر اسمه لهذه الوثيقه واللي نشرتها اسرائيل في تقرير على صفحتها الرسميه. اسرائيل الان اللي بالعربي، وقالت فيه ان السعوديه كان عندنا اشقاء عرب كتير كانوا ايدوا قيام الدوله الصهيونيه، وقالوا ان على راسهم الملك عبد العزيز، وقالوا الوثيقه حقيقه للجمل فيها اذا صحت تحمل عارا ما بعده عار.